اعتذري قبل فوات الاوان. لو ضايقتي حد ما تسيبوش ينام زعلان منك. اعتذري. الاعتذار مش ضعف، الاعتذار ادب واخلاق. ما تحاوليش تجرحي حد بلسانك، بحركه، باي حاجه تضايقه. ما تكسريش خاطر، حتى لو في شغل، مع صاحبتك، مع اي حد. اعتذري. ما تسيبيش حد زعلان منك. ولو في علاقه اعملي كل حاجه للاخر، مش ترجعيش تندمي تقولي يا ريتني كنت عملت كده. لا، اعملي كل حاجه عشان يوم ما تقفلي اي علاقه، تنهي علاقتك بصديق، بشغل، بحبيب، باي حد، تقوليش يا ريتني. كلمه يا ريت ما بترجعش اللي راح. اعملي حتى لو انت عارفه اللي قدامك مش هيجيب نتيجه. ما تقوليش اي يوم كان زماني عملت كده، كان زمان الموضوع كمل. لا، اعملي كل حاجه للاخر. هاتي اخر اللي قدامك بس. ما ترجعيش تندمي. خليه هو اللي يندم بعد كده، او الشغل اللي يندم عليكي، او صاحبتك اللي تندم عليكي. بس اعملي كل اللي عليكي قدام ربنا وقدام نفسك وقدام المجتمع. واعتذري قبل الغلط ما يكبر، وقبل ما وقت الاعتذار ما يعدي. ما تعوديش اللي قدامك ان هو استغنى عنك او انه يدعي عليكي في يوم. بلاش وعيشها صح.